كل تجربة بتطلع مثالية، وده واقع أي شغل حقيقي. خلال رمضان كنا بننزل كبسولات بسيطة عن شغلنا بنشرح فيها إزاي الأكريليك بيستخدم فعلا في حياتنا اليومية. اتكلمنا عن استخداماته في الديكورات والمطاعم والمطابخ وفي المكاتب والشركات، وكمان المكتبات والمعارض والمتاحف، ده حتى في اللوحات الإرشادية. وفي تفاصيل صغيرة بتفرق في شكل أي مكان. الهدف ما كانش نستعرض شغل وخلاص، كان إننا نوضح للناس إزاي خامة زي الأكريليك ممكن تغير التنظيم والشكل العملي لأي مساحة. وخلال الرحلة دي أكيد مش كل تجربة كانت مثالية 100%. ممكن نكون خيبنا توقع حد، مش لأننا قصرنا، لكن لأن التوقعات كانت أكبر من الوقت أو الميزانية. وده طبيعي في أي شغل حقيقي. القيمة مش إنك ما تغلطش، القيمة إنك تعترف وتتعلم وتطور اللي جاي. واللي نقدر نوعدك بيه إن كل مشروع جاي هيكون أحسن من اللي قبل. ما هو لو أكريليك يبقى بيست ميديا.